السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. بصبح او بمس عليكم في اي وقت بتشوفوني فيه. باول كده لأول مرة تشوفوني، انا سوسو، دي قناتي، قناة مطبخ بيت العيلة مع سوسو. لايك وشير كتير كتير لو عجبكم الفيديو. النهاردة بقى هنعمل حاجة حلوة قوي، هنعمل حاجة هنمشي على مبدأ اشتريها. هنمشي على مبدأ اعمليها وبلاش تشتريها. مبدأ جديد كده لكل حاجة غليت في البلد. طبعا الطحينة انتوا عارفين سعرها بقى غالي قد ايه. الكيلو وصل 80 جنيه واكتر كمان. فاحنا هنعملها في البيت ومش هنشتريها تاني. هنعملها بطريقة بسيطة كده وسهلة، وما شاء الله بتدينا كمية كبيرة وحلوة تقعد معانا فترة طويلة. ما شاء الله تبارك الله. صلوا على الحبيب قلوبكم تطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. عليه افضل الصلاة وتم السلام. شايفين يا جماعة قوام الطحينة عامل ازاي؟ قد ايه هي ناعمة وجميلة وحلوة جدا جدا، ولونها فاتح وشكلها تحفة. ما شاء الله تبارك الله. حلوة قوي قوي اهي. ما شاء الله. من كوباية سمسم وشوية ونص كوباية من الفول السوداني، عاملين طبق كبير قد ايه. ما شاء الله يقعد معانا يعمل معانا بتاع 10 مرات طحينة كمان واكتر. نبدأ بقى ونصلي ونسلم على رسول الله عليه افضل الصلاة وتم السلام، ونشوف هنعمل الجمال والحلاوة ده ازاي. معانا كوباية من السمسم الابيض اهو، كوبايه عاديه خالص، اي حجم بقى، اي كوبايه عندكم تعايروا بيها. نفس الكوبايه اللي تعايروا بيها السمسم هي اللي تعايروا بيها الفول السوداني. كوبايه هحطها في الطاسه، وهحط عليها نص كوبايه من الفول السوداني، وهرفعهم على النار يا دوب بس يسخنوا. انا مش هحمصهم، انا عاوزاهم يفضلوا ابيض زي ما بيض، يعني يفضل السمسم ابيض زي ما هو كده، يا دوب بس يطلع الرطوبه اللي جواه، يسخن بس على النار هو والفول السوداني. هشوحهم كده وبعد كده هجيب الكبة وانزل واطحنهم في قلب الكبة كده طحنة ناعمة جدا، عشان نشوف هنكملها مع بعض ازاي. انا شوحت الفول السوداني والسمسم اهو بطريقة بسيطة خالص اهو، ما خدوش اي لون، يا دوب بس سخنوا على النار. هجيب بقى الكبة بتاعتي واطحن الكلام ده كله في قلب الكبة. هطحنهم طحن ناعم يا جماعة. وبعد كده هنزل بعد ما اطحنهم ناعم جدا، هنزل في الخلاط بالكميه بتاعتي اهو. شايفين نعمله ازاي؟ شايفين بقى زي الدقيق عامل ازاي؟ بس طبعا الزيت والسمسم والسوداني طلع الزيوت اللي جواه، ماسكين في بعض، لكن هما بقوا دقيق ناعم خالص اهو. هحطهم بقى في قلب الخلاط، وهم تقريبا كده الكميه دي تاخد معايا كوبايه من الزيت. كوبايه من الزيت هنزل بسرسوب رفيع جدا والخلاط شغال، يعني طول ما هو الخلاط شغال زي ما انتم شايفين كده اهو، وسرسوب من الزيت رفيع جدا عشان يديني نتيجه حلوه وطحينه ناعمه وجميله. انا مش حاطه عليها دقيق، في ناس بيحبوا يحطوا عليها دقيق. لو انتوا حابين تحطوا دقيق حطوا نص كوبايه من الدقيق، وبرده بنفس الطريقه زي ما احنا ماشيين نفس الخطوات كده. شايفين الطحينه نعمت ازاي ولونها فاتح ابيض وناعمه زي الكريمه. ما شاء الله تبارك الله. وانتوا لو عايزين تتقلوها اكتر من كده بتقللوا شويه من الزيت، بس هي كده سمكها تحفه، سمكها حلو. لما تبرد كمان لانها لسه سخنه من الضرب طبعا، ومن ما كنا مسخنين السمسم والفول السوداني، فهي لسه سخنه. اما تبرد هتتقل اكتر من كده. وزي ما قلت لكم لو عاوزين تتقلوها او تاخدوا كميه اكبر من كده حطوا نص كوبايه من الدقيق، حسب ما انتوا عاوزين بقى، يا اما تعملوها كده يا اما تحطوا عليها دقيق. ما شاء الله تبارك الله. هي كده سمكها تحفة، وهي ناعمة، وريحتها كمان يا جماعة حاجة بيتي كده، طعمها خطير، ولا مواد حافظة ولا أي حاجة، حاجة طبيعية وفي منتهى الجمال. ما شاء الله تبارك الله. يا ريت بقى تجربوها بنفس الطريقة ونفس المقادير، وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. بحبكم في الله، واشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد.